الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الكنيسة بتحتفل بنياحة القديس تداوس، وهو أحد تلاميذ السيد المسيح ال12. والأسبوع ده كمان مناسب، هيكون عيد الرسل إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي. عشان كده الكنيسة النهاردة كلمتنا عن إنجيل ماري لوقا تأسيس الكنيسة، اللي فيها بيقول ربنا يسوع المسيح أن الذي يسمع منهم يسمع منه شخصيا. ويقول القديس كيرلس الكبير: الكنيسة إذ يوجد فيها المسيح والروح القدس وإذ هم يعملان فقد صارت بعد الصعود منبع النعم. قد صارت منبع النعم، يعني لا توجد نعمة تعطى لنا على الأرض إلا من خلال الكنيسة. عشان كده يظن البعض خطأ أن الكنيسة هي مبنى، وأن الكنيسة هي بعض التنظيمات وبعض القوانين، أو أن الكنيسة هي مجموعة من الأشخاص يديروا مؤسسة معينة، وهذا خطأ. الكنيسة ليست طوب وحجر، لكنها المسيح نفسه، وقوانينها هي قوانين الروح القدس، وأعمال الكنيسة هي أعمال خلاصية. عشان كده الكنيسة هي مركز خلاصنا، هي عمل المسيح الذي أتممه على الصليب وأعطى كل قوة الخلاص بذاته، وأعطى هذا كله للكنيسة كسلطان تخلص به العالم. فالكنيسة هي مركز الخلاص في العالم. عشان كده ما ينفعش حد يدخل الكنيسة وعنده فكره الخاص، ما ينفعش. أو حد يدخل الكنيسة ويظن إنه الكنيسة يمكن أن تخضع لمعاصرة العالم أو الحداثة. حتى إن بولس الرسول يقول: أسألكم أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم المسلم منا. تجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب، يعني مش حسب ترتيب الكنيسة. تقول لي إيه ده؟ ليه الجمودية دي؟ أقول لكم دي مش جمودية، هذا هو مكان الخلاص الذي بدونه لا نخلص. هذا الخلاص الذي تم ليس بتدبير بشري، المسيح نفسه. فهل يمكن أن يتغير خلاص المسيح من أيام الرسل لحد النهاردة؟ يظل خلاص المسيح واحدا كاملا، به نخلص. عشان كده ترتيب الكنيسة الخلاصي ثابت. يمكن تتغير طريقة البنى، تتغير بعض الأمور الخارجية، لكن الكنيسة ككنيسة، كعمل، كعقيدة، كفكر، كإيمان، لا يمكن أن يتغير. فيها نأخذ قوة المسيح، وفيها نأخذ الخلاص، وفيها نأخذ عمل الروح القدس، وخارجها لا يوجد خلاص. خارج الكنيسة لا يوجد خلاص. يقول بولس الرسول في أفسس: كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه من أجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسيل الماء لكي نكون مقدسين بلا عيب. متخيلين؟ أحب المسيح الكنيسة، سلم ذاته، قدسها بدمه، وأعطاها أن يكون كل الذين فيها قديسين. عشان كده الكنيسة هي مكان لقائنا بالمسيح نفسه، بل هي مكان اتحادنا بالمسيح، وبدونها لا يوجد اتحاد. تقول لي بس أنا عايز أعيش أنا والمسيح كده، مني ليه؟
اقول له تاخد المسيح ازاي كده يعني؟ تقول لي ما انا حر انا وهو بس. اقول لك طب اسمع اغسطينوس بيقول ايه. يقول اذا قطع عضو من الجسد قد يحتفظ بشكله ولكن ليس فيه حياة، هكذا الذين هم بعيدون عن الكنيسة يحتفظون بالسر الكنسي بالمعمودية وبقانون الإيمان، لكن بالشكل فقط. فإن لم يكن الروح القدس فينا ونحن داخل الكنيسة فافتخارنا بالشكل فقط لا يفيد. يعني إيه؟ يعني حد يقول ما أنا متعمد، ما أنا مسيحي، ما أنا عندي المسيح. أقول لك بره الكنيسة ما فيش خلاص. يقول القديس كبريانوس القرن الثاني كده: الذي يريد أن يكون الله له أبا لابد أن يقبل بالكنيسة أما. فالكنيسة هي مركز الخلاص. الذين صنعوا لأنفسهم أماكن خارج الكنيسة لا تظنوا أنها كنائس. الكنيسة هي الواحدة الوحيدة المسلمة من المسيح للرسل عبر التاريخ لينا. اللي ينحرف بقى ويطلع بره ويقول أنا مش عاجبني الكنيسة دي، هعمل لي كنيسة تانية، نقول له أنت حر، بس هتاخد منين بقى سلطان المسيح نفسه؟ منك لنفسك؟ ما كانش قال لهم نفخ في وجوههم قال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرت خطاياهم تغفر؟ ما كانش ادى روح القدس للتلاميذ بس، كان وقف كده وقال يا جماعة يلا كلكم كده تقدروا تغفروا لبعض وكلكم عندكم مواهب الروح القدس الخاصة بالكنيسة. ما عملش كده. ليه؟ لأنه هو سلم الكنيسة بسلطان محدد لأشخاص معينة يؤسسوا الكنيسة. عشان كده قال لهم اذهبوا تلمذوا عمدوا وأوصوهم أن يحفظوا جميع ما علمتكم به. المشكلة في إيه بقى؟ المشكلة في اللي بيتعلم كلام مش مظبوط غير كنسي. حد يقعد كده يتعلم من أي حد بره ومخه يكون مش متأسس كنسي كويس، نلاقيه يقع في مشاكل. عشان كده بولس الرسول يقول في غلاطيا 1:8: إذ جاء ملاك يبشركم بغير ما بشرتكم به فليكن أناثيما، محروم. ملاك يعني في حاجة أكتر من كده؟ يعني حد يقول لي أصلي هم حلوين بيرنموا حلو بيقولوا كلام حلو، أقول لك طب لو جالك ملاك يعني هتحبه ولا لأ؟ بس لو جالك الملاك ده وقال لك تعليم غير كنسي، هذا الملاك يكون محروم. محروم يعني لا يصح أبدا إنك تسمعه. حتى إن أغسطينوس يقول ما كنت أؤمن بالإنجيل إلا من الكنيسة. وذهبي الفم يقول الإنجيل هو سر الكنيسة، والكنيسة هي التي تعطي الإنجيل مفهومه الصحيح. ما ينفعش واحد يخش البيت عندك ويفتح كتاب مقدس وتقول لي وماله، ما احنا نقرا كتاب مقدس. اقول لك بيفسر الكتاب المقدس وبيعلم بأنهي منهج؟ تقول لي ما بيقولش حاجة غلط. اقول لك طب ما سمعتوش ليه من الكنيسة؟ طالما ما بيقولش غلط دخل البيوت ليه؟ ليه ما خدتوش من الكنيسة؟ إلا إذا كان طبعا ناس مرسلة من الكنيسة نفسها. يعني جوه الكنيسة يتم الشركة، وجوه الكنيسة فقط يتم اتحادنا بالله واتحادنا ببعض. جوه الكنيسة تظهر أيضا صورة جسد المسيح الحقيقي. يقول كده ذهبي الفم: هوذا السماء تقام على الأرض حتى تلتزم السماء بقبول الأرضيين. هوذا السماء تقام على الأرض. فين بقى؟ في الشارع؟ في البيوت؟ جوه الكنيسة. ازاي السماء تبقى على الأرض في الكنيسة؟ حلول المسيح نفسه يجعل الكنيسة سماء، يحل في المعمودية، يحل في الإفخارستية، يحل في الأسرار، تصير الكنيسة سماء. فيقول هوذا السماء تقام على الأرض حتى تلتزم السماء بقبول الأرضيين. لما السماء
بتبقى على الأرض نصير نحن أيضا سمائيين. ومرة تانية يقول القديس ماري أغناطيوس، يقول أن الإفخارستية هي دواء الخلود، فبها نأخذ الحياة الأبدية. وفي صلاة وجدت في قداس من القرن الرابع تقول كده: كما أن هذا الخبز كان مبعثرا في الحقول، وهذا الخمر كان في الكروم على الهضاب، كانت حياتنا أيضا مبعثرة في الأودية والسهول، ولكننا قطعناها الآن لك، وصارت خبزة واحدة وخمرا واحدا. يعني زي ما كان الخبزة اللي هي بتبقى إفخارستية والكاس أصلا كان شوية حبوب قمح متبعترة، اتجمعت كلها وبقت خبزة واحدة على المذبح. وزي ما كان العصير الكرم كان حبات عنب على الأشجار، اتاخد وبقى الخمر، هكذا نحن أيضا قطعنا نفوسنا من العالم وصرنا واحدا معه. الكنيسة فقط فيها الخلاص وفيها التعليم وفيها الحياة الأبدية. لإلهنا كل المجد والكرم والأبد، آمين.